5 أصدقاء دخلوا مغامرة كان المفروض ما يدخلونها أبدا. كل شيء بدأ برحلة بسيطة لكن ما انتهت أبدا زي ما يتوقعون. تدور القصة حول 5 أصدقاء مقربين واللي هم أحمد، محمد، يوسف، مازن وعمر، وكلهم ذولا في مدرسة واحدة ومدرسة ثانوية، وكانوا دائما يقضون وقتهم الفاضي سوا، وخصوصا في عطلة نهاية الأسبوع يلعبون كورة مع بعض ويفلونها. ومرت الأيام وتخرجوا من الثانوي، لكن صداقتهم ما انتهت. ليه؟ لأنهم كلهم دخلوا نفس الجامعة وتعهدوا على بعض بأنهم يتمون أصحاب. وتمر أول سنة بالجامعة بسرعة وما حسوا فيها، على طول خلصت. وجاء العام الجديد ووقتها مدير الجامعة قرر بأنه يسوي رحلة ترفيهية، رحلة لأحد المدن الكبيرة المجاورة. فعلى طول تحمسوا وقالوا يلا بنتوكل. والرحلة كانت مدتها 5 أيام، وفعلا التقوا وبدأوا بأول يوم رحلة، وكان يوم ممتع مرة. ولكن بالليل وهم يمشون في شوارع ذي المدينة، مازن اقترح اقتراح غريب شوي. يا جماعة، هنا في كهوف الناس يحذرون منها، يقولون بأن في أشياء غريبة تصير فيها، وش رأيكم نروح لبكرة الصباح نشوف الكلام ذا صحيح ولا إشاعات؟ في البداية ترددوا لأن الفكرة ما هي مريحة، لكنهم كلهم يحبون التحدي والمغامرة وذا، فوافقوا. ومع شروق الشمس لليوم الثاني الأصحاب تجمعوا وتوكلوا على الله. وطبعا ما قالوا وجهتهم للمشرفين والإداريين في موضوع الرحلة، لأن أكيد لو دروا ما بيخلوهم يروحون. وصلوا مدخل الكهف وكان المنظر مرة مخيف كذا، مظلم ومو مريح أبدا، لكن مازن صاحب الفكرة فهو دخل الأول، ومن بعدها الباقين تبعوه. كان الوضع ظلام دامس وأكيد حجارة بقى، وغير بأنهم كانوا يسمعون أصوات غريبة. وفجأة عمر يقول للعيال بأن يا أخي ذا كهف كله حجران وذا ما منه شيء، وش رأيكم نرجع الفندق ونكنسل الموضوع؟ وما كمل كلامه ولا بأن صوت طفل يبكي. وقتها انصدموا كلهم. يوسف قال يلا بسرعة توكلنا، لكن وقتها أحمد قال يمكن طفل ضايع أو شيء يعني زي كذا، خلينا نروح ننقذه. وبعد نقاش قرروا انه يدورون على مصدر الصوت، وقعدوا يدخلون في الكهف اكثر واكثر، ونسوا بان المدخل قاعد يبعدون منه. ولا وفجأة ينقطع الصوت، حاولوا يرجعون لكن ما عرفوا كيف. وبعد ساعة من محاولة والتعب والحمد لله وصلوا نقطة البداية، ولكن الصدمة بأن المدخل كان مقفل بحصاة كبير. فمازن بخوف قال وش السالفة؟ كيف نسد الكهف؟ أصلا لو صار شيء بنسمع انه الحجارة هي تسد الكهف. ومن هنا بدأ الخوف يدب فيهم، وقرروا انهم يدورون مخرج ثاني، بس كل ما مر يشبه الثاني. فمحمد قال راح نحط على الجدران علامات يعني اننا وصلنا ذا المكان عشان تعرفون ما نكون نمشي بعشوائية. ولكن الصدمة لما رجعوا للمكان اللي حطوا فيه العلم لقوه ممسوح. فهنا مازن خاف وقال موضوع مو مطمن، فلازم نكون مع بعضنا، نحاول ان ما نتفرق ابدا. وفجأة احمد يقول وين عمر؟ مو كان وراك يا يوسف؟ قال ايوه كان وراي بس ما انتبهت له واختفى. بدأوا يدورون عليه لكن ما في فايدة. فهنا قرروا انهم يفترقون على فرق، مع ان مازن قبل شوي حذر من ذا الموضوع، لكن في الاخير وافق. عشان ايش نسوي؟ يوسف مع مازن واحمد مع محمد، وهم ينادون على عمر. وصل يوسف ومازن لمكان ضيق ما يقدر يمر منه الا واحد، دخل يوسف الأول. وأول ما يوسف وصل لنهاية الممر شاف صخرة كبيرة مكتوب عليها يا ويلكم دخلتوا مكان المفروض ما تدخلونه. فيوسف التفت وراه يبغى يقول لمازن بالموضوع اللي شافه لكن ما لقاه. فيوسف بسرعة رجع للمكان ولاحظ بأن مازن مختفي ما حدو. وبينما يوسف كان يفكر انه ايش قاعد يصير ولا ويسمع ذيك صرخة أحمد يصرخ. فيوسف راح يركض ورا الصوت، وهنا كانت الفاجعة. شاف أحمد جالس على الأرض وكان مرة يصيح، وكان قدامه جثة عمر ومحمد. والشيء المخيف أكثر بأن اللي قتلهم نزع عيونهم وقطع ألسنتهم. فيوسف هو يكتشف قال إيش فيه؟ فأحمد قال كنت أنا ومحمد ندور لعمر، ولا وفجأة يطلع لنا مخلوق مرعب له قرون كبيرة وعيون حمراء وغير مخالبها الطويلة، فطبيعي إننا راح نركض. ولما التفلت ما لقيت محمد، فرجيت ادور لكم ولا والقى الجثث ذي على هذا الحال. وهنا ما بقى الا احمد ويوسف. اوه يا الخوف اكل قلوبهم. فهنا مسكوا يد بعض وقرروا يدورون الطريق. ولا وهم يدورون وتفاجئون بان في بنت صغيره واقفه وتبتسم لهم. فقالت البنت بصوت غريب ليش جيتوا هنا؟ ايش دخلكم؟ فهو حاليا يدور لكم، فانا راح احاول اساعدكم وادلكم على الممر. شفتوا ذاك الممر؟ امشوا منه، في آخره راح تحصلون نور، وهذا النور طبعا هو طريق خروجكم. فذيلا ما صدقوا، ركضوا
لذا الممر، وحقيقة شافوا ذا النور واللي هو نور الخروج، وطلعوا من ذا الكهف وهم يلهثون. بدأت وجوههم تتغير يوم شافوا الطريق. حصلوا أصدقائهم الثلاثة واقفين هنا، محمد ومازن وعمر، ولا وبشركم بدون عيون، ويبتسمون ذيك الابتسامة المخيفة. فقال أحمد بصوت وخايف يقول دحين إيش ذا، خرجنا نحن ولا؟ وتفاجأنا بأن الجثث تكلمت معنا وقالت ناظروا وراكم. والتفتوا وشافوا المخلوق ذا زأر بصوت يهز الأرض، وانقض عليهم وقتلهم مثل الباقيين، ونفس الموضوع قلع عيونهم. ومن يومها ما حد عرف كيف اختفوا ذي الأصدقاء. ومن هنا الجامعة خلاص لغت الرحلات. وطبعا بتسألون كيف انت وصلتك القصة، ترى القصة وهمية. حلو، القصة وهمية، لا حد يسألني في التعليقات.